كارثه في الفولد 7 الجديد من سامسونج. فاضل ايام بسيطه وسامسونج تعلن عن الفولد 7 الجديد. سامسونج عملت شويه ابجريدز كويسه بس مش اللي الناس كانت مستنياها بعد يعتبر خيبه الامل في الزي فولد 6 اللي فات. قللت الوزن، خلت وزن الجهاز بدل ما كان 239 جرام بقى 205 جرام، وفي نفس الوقت كبرت حجم الشاشه وخلتها قريبه من شاشات التليفون العاديه. بقت الشاشه الخارجيه 6.5 بوصه والداخليه 8.2 بوصه. واكيد طبعا هيجي باداء داخلي ممتاز، هيجي بالسناب دراجون 8 اليت مع اختيارات طبعا للذاكره 256 512 و1 تيرا بايت مع بدايه رام 12 جيجا لحد 16 جيجا. طبعا هيجي بنفس سيت اب الكاميرات اللي موجود في الاس 25 الترا، يعني هتاخد كاميرات ممتازه. طيب فين المشكله لحد دلوقتي؟ المشكله في البطاريات. لحد دلوقتي ولحد النهارده سامسونج مش عايزه تتخلى عن البطاريات القديمه، والجهاز هينزل ببطاريات 4400 ملي امبير وبسرعه شحن 25 واط. طب لحد امتى؟ انت النهارده بتتكلم ان في تليفونات وصلت ل 6500 ملي امبير، تليفونات مش اجهزه فولد. يعني انت بتتكلم ان شاشه اكبر بالكواليتي ده كله هتسحب بطاريه اكبر مع سرعه شحن متواضعه جدا. يعني ما اقدرش اقول حتى انها سرعه شحن سريع، ده شحن عادي جدا 25 واط في 2025 يعني لا شيء. انت بتتكلم في ده يعني الستاندرد حتى بقى اعلى من كده. فانت هتقدر تنافس الشركات الصينيه اللي بتقدم دبابات حرفيا وبطاريات سيليكون كربون جديده، هتقدر تنافسهم بالبطاريه ال 4400 ملي امبير وسرعه الشحن ال 25 واط. انا بصراحه شايفها سقطه من سامسونج، واتمنى تكون التسريبات دي غلط، عشان فعلا سامسونج ممكن تنزل بسبب حاجه زي دي من على عرش هواتف الفولد، مع انها هي اللي كانت بادئه السلسله. وبس كده، دي كانت كل حاجه النهارده. كان معاكم حازم تيك فيو. ما تنساش تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب. سلام.